ازيكم؟ رمضان كريم، وطبعا رمضان يعني القطايف. هنعمل النهاردة عجينة القطايف وحشوة بالمكسرات. أول حاجة هنحط كوبايتين دقيق ونص كوباية سميد أو دقيق البسبوسة و3 معالق سكر ومعلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة ونص نشا و3 كوبايات مية، ونضربهم كويس في الخلاط ونسيبهم 10 دقايق عشان ترتاح. وبعد كده هنحضر الحشوة. هنحط شوية جوز هند وكل المكسرات اللي بتحبوها، لو في لوز، لو في بندق، عين جمل، ونحط عليهم معلقتين سكر وشوية قرفة اختياري. بعد كده هنجيب طاسة نسخنها كويس جدا ونحط عليها عجينة القطايف بشكل دائري كده زي ما احنا شايفين، لحد لما تاخد لون من تحت، وبعد كده نطلعها. وطبعا لما نطلعها لازم نحطها ونقفل عليها بفوطة علشان ما تنشفش. بعد كده هنجيب عجينة القطايف ونقفل نصها ونحط الحشوة في النص ونقفل الباقي، ونتأكد ان هي مقفولة كويس جدا علشان ما تفتحش مننا في الزيت. وبعد كده هنسخن زيت كويس جدا وننزل فيها القطايف يا دوب تاخد لون، وبعد كده نطلعها. لما نطلعها من الزيت نسيبها تتهوى شوية، وبعد كده يبقى عندنا عسل تقيل وساقع نحطه على وش القطايف علشان تخليها تقرمش اكتر. بس كده، وبالهنا والشفا.